انا النهارده رحت مول البستان ولقيت اسعار غريبه جدا في لابات الاستيراد، وحرفيا لابات الاستيراد بقت اغلى من الجديد. شفت لاب اي 9 جيل تاسع ب 31000 جنيه. فانت لو اشتريت لاب استيراد مستعمل بالسعر ده يبقى انت اتضحك عليك. اي صاحب محل بيبيع باسعار مبالغ فيها لو جيت سالته هل انت بتشتري لابات استيراد هيقول لك لا، لان هم عارفين ان هم بيبيعوا بالغالي، ما بياخدوش اي لاب من بره. فانت تشتريه من هنا هتستخدمه فتره صغيره، تيجي تبيعه هتبيعه برخص التراب، واكيد كمان هتبيعه اقل من نص السعر. لو انت جيت شفت اسعار اللابات الجديده هتلاقيها في رينج 29000 لحد 34000، والمعالج الحديث اللي في اللابات دي اقوى من كل لابات الاستيراد. فنصيحه من اخ صغير ليكم، اي لاب استيراد فوق ال 20000 جنيه ما تشتروش، فهتكون حرفيا بترمي فلوسك على الارض. فمن اول الجيل السابع لحد الجيل ال 11 في الاستيراد اسعارهم فلكيه جدا. فانت لو زودت شويه فلوس هتجيب جديد، وعلى الاقل هتكون ضامن الجديد ان هو ما تلعبش فيه. فلما تحب تشتري استيراد تمشي بيه حالك، لو انت طالب جامعي اشتري اي 7 جيل سادس ب 11 او 12000، وده طبعا مع كارت شاشه خارجي 2 جيجا او 4 جيجا. اعلى من كده في الاستيراد انسى، اسعارهم اوفر جدا. والاسعار الفلكيه دي موجوده على كل الصفحات بتاعت الاستيراد، مش جوه مول البستان بس. ودي نصيحه لوجه الله، انا مش خسران اي حاجه.